الوحيدة التي سنسلم لها الصحراء المغربية هي الله سبحانه وتعالى طيب يوم القيامة. ومن أنت لتسلم الصحراء لله عز وجل وهو مالك الأرض والسماوات؟ حقيقة هذا خطاب أعتقد على أنه جنوني ويتحدى حتى الخالق جل جلاله، فهذا هو المغرب الذي يعني، وهذا ما عودنا عليه، أنه يتحدى حتى خالق الأرض جل جلاله ويقول نحن من سيسلم الصحراء لله. أعوذ بالله من هذا الكلام. المغرب له مشاريع داخل القدس، وبالتالي لا أحد يمكن له أن يزايد على فيما يخص يعني الموقف المغرب والمغاربة من عمل من القضية الفلسطينية. لي عن أي مزايدات إذا كانت تصريحات بوريطة التي سمعناها وهو وزير الخارجية المغربي وقال في عروق كل مغربي يجري الدم الإسرائيلي وفي عروق كل إسرائيلي يجري الدم المغربي، أو إذا كانت مزايدة أن الملك المغربي يستقبل وفد من الحكومة الإسرائيلية ويعترف بإسرائيل ويجلس ووراءه العلم الإسرائيلي ويطبع مع إسرائيل، هذه مزايدة في الصحراء الغربية. هذا قالت المغرب. أجلد فيها أنه المغرب استأنف العلاقات مع إسرائيل لكنه لم يتخلى عن القضية الفلسطينية. حينما تم اجتياح الشيخ جراح كان المغرب موقفه واضحا، حينما تم التعدي على المصلين كان موقفه واضحا، في قضية الضفة الغربية والسلطان كان موقفه واضحا، حينما كانت الاعتداء على غزة كان موقفه واضحا. يعني أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم أنه الموقف المغربي واضح من جانب القضية الفلسطينية وأن المغرب يدعم القضية الفلسطينية. والله الموقف المغربي بقي واضحا اليوم لأنه موقف خائن للشعب الفلسطيني، حيث يستقبل الوزراء الإسرائيليين في المغرب ويرحب بإسرائيل ويفتح قنصلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الموقف المغربي بقي واضحا اليوم ويعتبر خيانة للشعوب العربية التي كانت تؤمن ولا زالت تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وعدالة القضية الصحراوية.